جماعة مشكلة A72 عطل جديد اكتشفناه. لو الجهاز جايلك عمال يراستر ويجيب اللوجو بتاع سامسونج او يفتح ثانيتين ويراستر، اغلب الناس بتعمل سوفت وير للجهاز. لا، هو الجهاز مفهوش سوفت وير ولا حاجة. الجهاز القطعة اللي تحت دي بتبقى هي اللي عاملة لنا المشكلة. دي القطعة دي قطعة أصلية وكشفنا عليها ومفيهاش أي مشكلة خالص وسليمة، لكن مجرد ما كنت برفع الكونفرت بس كده ألاقي الجهاز ظبط معايا. طبعا أنا غيرت وجبت قطعة جديدة وجربت عليها الجهاز، والجهاز بقى بيفتح معايا ويشتغل. هو دلوقتي راستر معانا عادي خالص لأنه كان لسه القطعة دي موجودة. مجرد ما نشيل بس سوكت البطارية ونوصل التوصيلة العادية اهي، هتلاقي الجهاز بيفتح معاك. وركبنا سوكت البطارية هتلاقي الجهاز بيفتح معاك عادي. عامة هو ده العيب، القطعة الصغيرة اللي تحت دي بدلها هتلاقي الأمور ظبطت معاك. بس وحبايبي، يا رب أكون أفدتكم. هو ده العطل الغريب اللي ظهر معايا.